أهلا بيكم. عمر حد فينا فكر ليه بنقول a big problem بس في نفس الوقت بنقول a large amount؟ الاتنين معناهم كبير صح؟ طيب إيه الفرق؟ النهاردة بقى هنفك اللغز ده ورا أشهر 3 كلمات بمعنى كبير في الإنجليزي. يلا بينا. هو فعلا سؤال يحير. يعني ليه يبقى فيه 3 كلمات زي big و large و huge وكلهم بيدوا نفس المعنى تقريبا؟ وليه ما ينفعش نستخدمهم مكان بعض وخلاص؟ ده اللي هنعرفه سوا دلوقتي، وهنشوف إزاي كل كلمة ليها مكانها واستخدامها الصح. طيب تعالوا نبص بصة سريعة على شوية أخطاء شائعة جدا. ممكن أول ما نشوف الجمل دي نحس إنها عادي صحيحة، بس الحقيقة لأ، هي مش دقيقة خالص. وده بيورينا إن الموضوع مش عشوائي، لأ ده فيه قاعدة، واختيار الكلمة الصح بيفرق جامد في المعنى. تمام أوي. خلينا نبدأ بأشهر وأسهل كلمة فيهم، وهي كلمة big. بصوا الموضوع بسيط. كلمة big دي هي الكلمة اللي بنستخدمها في أي موقف يومي عادي. الكلام اللي بين الصحاب، في الشارع، في البيت. هي كلمة الجوكر أو الكلمة الأساسية لكلمة كبير بالإنجليزي. يعني مثلا عادي جدا نقول a big house أو a big dog، أو حتى لما بنتكلم عن مشكلة بنقول a big problem. كلها حاجات عادية، استخدامات يومية، مش محتاجة لا دقة قوي ولا مبالغة. عشان نسهلها على نفسنا ممكن نفكر فيها كده: big بتساوي كبير بشكل عادي من غير أي تعقيدات. دي الخلاصة. نيجي بقى للكلمة التانية، وهنا الموضوع بيبدأ يبقى فيه تفاصيل أكتر. خلينا نشوف إيه حكاية كلمة large. كلمة large بنلاقيها أكتر في الكلام الرسمي شوية، أو ودي الأهم لما نكون بنتكلم عن حاجات ينفع نعدها أو نقيسها، زي الأرقام، الكميات، المقاسات. باختصار كده لما يكون الحجم ده حاجة محسوبة أو متصنفة. والأمثلة دي هتوضح الفكرة جدا. مثلا بنقول a large amount of money عشان الفلوس كمية، أو a large company عشان الشركات ليها تصنيف حسب حجمها. وطبعا كلنا عارفين مقاس L على التيشيرتات هو اختصار لكلمة large. شايفين كلها حاجات ليها علاقة بالكميات والتصنيفات. يعني الخلاصة إيه؟ ممكن نفكر فيها كده، large هي برضو كبير، بس كبير بشكل محسوب ومنظم، وده بالظبط الفرق الجوهري بينها وبين big. ونيجي بقى للوحش بتاعهم، الكلمة اللي بتاخد المعنى لمنطقة تانية خالص، الكلمة اللي فيها ضخامة ومبالغة، وهي كلمة huge. لما بنستخدم كلمة huge إحنا مش بس بنقول إن الحاجة دي كبيرة وخلاص، لأ، إحنا بنقول إنها ضخمة جدا، أكبر بكتير من اللي كنا متوقعينه. الكلمة دي بتوصف حاجة هائلة وفيها شحنة عاطفية كده، فيها إحساس بالانبهار أو الصدمة. والأمثلة هنا بتورينا قوة الكلمة دي. لما نقول a huge mistake، دي مش مجرد غلطة، دي غلطة فادحة. أو a huge crowd، يعني حشد رهيب. أو a huge success، يعني نجاح كاسح. كلها حاجات حجمها أو تأثيرها أكبر من العادي بكتير. فعلشان تبقى سهلة القاعدة بسيطة: huge معناها كبير قوي قوي. دي الكلمة اللي بنستخدمها لما نكون عايزين نشدد ونلفت الانتباه لضخامة الحاجة اللي بنتكلم عنها. ممتاز، كده إحنا فهمنا كل كلمة لوحدها. تعالوا بقى نلخص الكلام ده كله في قاعدة بسيطة وواضحة عشان الفرق يثبت في دماغنا وما ننساهوش أبداً. بصوا على المقارنة دي عشان نطبق اللي قلناه عملي. شوفوا إزاي مع كلمة problem بنستخدم big أو huge، لكن لو قلنا large problem هتسمع غريبة قوي. في المقابل مع كلمة amount بنستخدم large أو huge، لكن big amount تعتبر غلط. هي دي بقى الفروقات الصغيرة اللي بتعمل فرق كبير في الكلام. ودي بقى الخلاصة السحرية كلها في 3 أسئلة. قبل ما نستخدم أي كلمة من ال3 نسأل نفسنا: أولاً، هل الموقف عادي وكلام يومي؟ لو يبقى big. ثانياً، هل الكلام عن أرقام أو كميات أو حاجة رسمية؟ لو يبقى large. ثالثاً، هل الحاجة ضخمة جداً أو عايزين نبالغ في وصفها؟ أكيد يبقى huge. وبس كده. ودلوقتي بعد ما الفرق بقى واضح، يا ترى إيه الكلمات التانية في الإنجليزي اللي بتعمل نفس الحيرة دي؟ مهم دايما نسأل الأسئلة دي، لأنها أول خطوة عشان نتقن أي لغة. شكرا جدا.